انت عارف ان في خناقه شهيره جدا ما بين دايما الانتيريور ديزاينر والالكتروميكانيكال ديزاينر. والله. ده خناقه معروفه، عامله زي خناقه الاستشاري والمقاول اه. بالظبط. الخناقه دي دايما الانتيريور ديزاينر زي ما بقول لك بيحلم ويبدا ينطلق، وبعد كده يجي له بقى الكتروميكانيكال يقول له ثانيه واحده، ده هنوصله ازاي؟ ده هنجيبه منين؟ ده هنعمله ازاي؟ لا انا عايز احط هنا ماسوره، ويبتدي يديله ليميتيشنز في الديزاين. ليه؟ والانتيريور ديزاينر بقى يبقى شايف الكتروميكانيكال بيستسهل، والالكتروميكانيكال بيبقى شايف ان الانتيريور ديزاينر بيعقدها له، وتحصل هنا خناقه كبيره جدا على ما يبتدوا يوصلوا مع بعض لحاجه. فدايما لما بنيجي نحط ديزاين بتلاقي الكتروميكانيكال، المهندس الكتروميكانيكال قاعد كده يقول لك انا قلقان، خلينا نحاول نوصل لحلول في التكييفات في كل حاجه. وبرضو عايز اقول لك حاجه، الاوبن سيلينج حل مشاكل كتيره جدا جدا. حل مشاكل بعدين